بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا لك الرئيس. بداية أتوجه بالشكر للأخوة أعضاء اللجنة المالية رئيسا وأعضاء على إخراجهم هذا التقرير بهذه السرعة. وأود أن أوضح لك الرئيس بأنه يفترض أن لا خلاف على ضرورة وجود قانون، لا خلاف بين أحد، ومن أول من طالب بوجود قانون هم مجلس إدارة الغرفة نفسه في عدة مرات. لذلك أنا أتفق مع رأي غالبية النواب اللي تكلموا أن الموضوع ليس انتقام وليس استهداف لفئة وليس فيه هجوم على شريحة معينة، إنما هو عملية تنظيم. هذا لا أتفق معاهم 100%. لكن الأخ الرئيس أيضا يجب أن نوضح نقطة في غاية الأهمية. هناك فرق بين الغرفة ككيان وبين من تبوع عضوية هذه الغرفة من إنشائها قبل الدستور حتى هذا اليوم. فيهم الزين وفيهم الشين، وفيهم من له تاريخ ناصع البياض دفاعا عن الدستور، المكتسبات الدستورية وعدة أمور. وقد يكون هناك أفراد كما هو حال أي شريحة أو أي فئة أخرى. لذلك أنا أشكر الأخوة أعضاء اللجنة والسادة النواب، وأؤكد بأنه لا خلاف على ضرورة وجود قانون. الآن هذا القانون يفترض أن يفصل بحيث غرفة التجارة تخدم الاقتصاد الكويتي. فلما يجي بهذا القانون، وأول اللي عدوه الأخوان باللجنة، أول اختصاص للغرفة إبداء الرأي في الخطط التنموية والسياسات والبرامج ذات الصلة. طيب كيف تبدي الآراء إذا استبعدت من جميع المؤسسات؟ أنا مع أن يتغير وجودها في هيئة الصناعة وإدخال أصحاب المشاريع الصغيرة لأنهم أصحاب اختصاص، وبعض المؤسسات الأخرى اللي القوى العاملة قد تكون هي الموجودة، لكن مو لازم تكون موجودة مثلا في مجلس تخطيط أو إبعادها عن جميع المؤسسات. ايش حق نحط قانون؟ ايش حق نسوي غرفة؟ كل قوانين غرف التجارة في كل دول العالم يجب أن تكون ممثلة في الجهات التي يجب أن يبدأ فيها الرأي الفني. لذلك أخي الرئيس الوقت قصير، لكن أنا أؤيد القانون وأؤكد أنه لن يكون هناك هجوم ولا كأن نخلق شيء وهمي ونتكلم عن انتصار على هذا الشيء الوهمي الغير موجود. لا مو صحيح، مو صحيح. لن يكون هناك هجوم، وما يقره المجلس يجب أن يحترمه الجميع، وما هو مختلف عليه يقر بتصويت الأغلبية وبالتالي يطبق على الجميع. وأنا أؤكد بأني أول واحد سأصوت بالموافقة على هذا القانون. شكرا لك رئيس.